اوعى يغرك المظاهر. كابتن بعت لي بيقول لي ان هو جات له رحله من شبرا الخيمه لغايه التجمع الخامس، بيقول لي واحد كده هيئته محترم وابن ناس. الرحله كانت ب 168 جنيه على ان درايفر، حط له 200 جنيه. العميل وافق. اول ما العميل ركب قال له معلش بس هنقف في السكه قدام مطعم هنجيب سندوتشات. قال له مش مشكله. اول ما وقف عند المطعم كده لقى مكنه، راح حط الفيزا في المكنه. قال له معلش المكنه دي ما فيهاش فلوس، ممكن تجيب 180 جنيه بس احاسب على السندوتشات. وبعد كده لما بتحاسب الكابتن ما كدبش خبره، قال له مش مشكله. راح مطلع له 200 جنيه وراح مديها له. بيقول لي اول ما قفش ال 200 جنيه منه بيقول لي طار. والكابتن ولا عارف يجري وراه ولا عارف يحصله ولا عارف يعمل اي حاجه. فانت خلي بالك، ومش اي حد كده لابس لبس كويس او رايح حته كويسه يبقى ابن ناس او امين. فانت ما تامنش اللي قدامك بسهوله. دلوقتي في حراميه ونصابين عينيهم على الكابتن وشايفين ان هو بيعمل كل يوم قد كده، مش واخدين بالهم من الزيت ولا البنزين ولا قطع الغيار ولا اي حاجه خالص من اللي بيصرفها الكابتن. هم شايفين بس الفلوس اللي بيحصلها وبس. فانا قلتها لك قبل كده واقولها لك تاني، انت نازل الشارع عشان تحصل فلوس مش عشان تدفع فلوس. فشغل دماغك وخلي بالك عشان ما تقعش في الفخ.